السؤال رقم واحد، هاد السوا كتدل على أولوية المرور في هاد الملتقى، صحيح؟ خطأ. الجواب الصحيح هو رقم جوج. هاد السوا متدلش على أولوية المرور، هي فقط كتعلمنا بلي كاين ملتقى الطرق. أما العلامات ديال أولوية المرور راهم معروفين، كاين علامات طريق كبيرة في الصغيرة، وكاينة عاوتاني علامة اللي زادو جديدة ديك اللي بالصفر معين بالصفر. أما هادي ما كتعطيناش أولوية المرور، هي فقط تتعلمنا بلي أنه كاين ملتقى الطرق وصافي. يعني فيما نشوفو الصوا بيضا ووسط منها كاين خط أحمر، نعرفو بلي هاديك كتعلمنا بأنه كاين ملتقى الطرق. يعني في هاد الحالة الجواب الصحيح هو رقم جوج. ننتقلو للسؤال الموالي. السؤال الثاني، إلا كانت نسبة الكحول في الهواء كتساوي 0.15 كنتعاقب بعقوبة حبسية، الخصم 6 النقاط، حجز المركبة، الغرامة مالية. الجواب الصحيح هو رقم واحد، جوج، ربعة. هنايا نسبة الكحول في الهواء ما خصهاش تفوت 0.10. في هاد الحالة راه 0.15 يعني تجاوزناها. ملي كتفوتها تعتبر جنحة وفيها عقوبة حبسية وخصم ديال 6 نقاط وغرامة مالية كتوصل من 5000 درهم ل10,000 درهم. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو واحد، جوج، ربعة. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثالث، إذا نسيت استعمال حزام السلامة كنعرض راسي له مخالفة من الدرجة الأولى، مخالفة من الدرجة الثانية، سحب نقطتين، سحب نقطة واحدة. الجواب الصحيح هو جوج، ربعة. إلا نسيت حزام السلامة ودرتو مربطتوش ووقفني البوليسي، في هاد الحالة أنا كارتكب مخالفة من الدرجة الثانية وفيها سحب ديال نقطة واحدة. وكاين سؤال واحد آخر كيتحط، إلا ما كنتيش تتوفر على حزام السلامة في المركبة، ما كانش خدام كاع في المرة، ماشي نسيتيه، إلا نسيتيه راه هادي مخالفة من الدرجة الثانية وفيها خصم نقطة. أما إلا ما تتوفرش عليه كاع، هادي مخالفة من الدرجة الأولى وما فيهاش سحب النقاط. يعني في هاد الحالة دورنا على أننا غير نسيناه، يعني هادي راه مخالفة من الدرجة الثانية وفيها سحب نقطة واحدة. ننتقل للسؤال الموالي. السؤال الرابع، تجاوز السرعة المسموح بها ب10 كيلومتر في الساعة فيها خصم 2 نقاط، فيها خصم 4 ديال النقاط، ما كيأديش لخصم النقاط. الجواب الصحيح هو رقم 3، ما كيأديش لخصم النقاط، حيت ما حدي أنا غادي بسرعة ومازال ما فتش 19 كيلومتر في الساعة، فهاد الساعة أنا باقي في مخالفة من الدرجة الثالثة وما فيهاش سحب النقاط. إلا في 19 وصلت ل20، هادي ما فيهاش سحب النقاط ولكن فيها مخالفة من الدرجة الثانية. دابا هما سولونا فتنا السرعة ب10 كيلومتر في الساعة، يعني حنا راه ترتكبوها مخالفة من الدرجة الثالثة وما فيهاش سحب النقاط، يعني ما كيأديش لسحب النقاط. الجواب الصحيح هو رقم 3. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الخامس، هاد العلامة كتعلم على خطر ممر راجلين، خطر مدرسة، خطر وجود الأطفال. الجواب الصح هو رقم 3، خطر وجود الأطفال. هاد العلامة مكتعلمش على ممر رجلين، ممر رجلين عندو علامة خاصة به تيكون فيه الباساج وراجل تيتمشى. في هاد الحالة كنشوفو جوج أطفال شادين في بعضياتهم قاطعين، يعني هاد العلامة كتدل على وجود الأطفال. أما مدرسة لا، هي فقط كتعلم على وجود الأطفال تيدوزو من هاد الطريق، يعني خصني ننتبه ملي نكون سايق في هاد الشارع. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال السادس، متى يجب تغيير مساحات الزجاج؟ مرة في الشهر، مرة في السنة، مرة في كل 3 سنوات.
الجواب الصحيح هو رقم جوج، مرة في كل سنة، فيما تيوصل في وقت الخريف قبل ما يوصل وقت الشتا، خاصنا نبدلو مساحة الزجاج، حيت تيكونو ملي تيضربو سنة خص ضروري تبدلهم، حيت راه تيفقدو الفعالية ديالهم وما غاديش ملي يبدا تصب الشتا ما تقدرش تمسح المطر من على الزجاج، يعني التبديل ديالهم خصنا نديروه مرة في كل سنة. الجواب الصحيح هو رقم جوج. السؤال السابع: هاد العلامة هي علامة خطر ممر راجلين، خطر الدراجات، خطر غير معلوم. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة، خطر غير معلوم. فيما نشوفو هاد العلامة ديال علامة تعجب ومثلث، عرف راه أنه خطر غير محدد، هذا خطر غير معلوم ومع يعني كاين خطر، يعني خصني نقص من السرعة في هاد الطريق. ودائما علامة الخطر هي علامة متقدمة داخل المدينة كتطبق على 50 متر، وخارج المدينة كتطبق على 150 متر، يعني في هاد الحالة الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة، خطر غير معلوم. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثامن: كلما زادت السرعة كلما كيتم المرور في المنعرج بسهولة، نعم، لا. الجواب الصحيح هو رقم جوج، لا. دائما ملي تيكون قدامنا منعرج كنقصو من السرعة ماشي تنزيدوها، حيت في داخل المنعرج كتكون واحد القوة نابضة، كتطبق علينا واحد القوة نابضة، وملي تنكونو غاديين بالسرعة تخرجنا عن المسار ديالنا، وكتحكم من جوج جوايع من الطريق، يعني خاصنا ضروري ملي نكونو داخلين المنعرج نقصو من السرعة باش ما تأثرش فينا هاديك القوة النابضة وتخرجنا على المنعرج، يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج، نقص من السرعة. ننتقل للسؤال الموالي. السؤال التاسع: الأدوية مع الكحول كتعرض السائق للنعاس أثناء السياقة، نعم، لا. الجواب الصحيح هو رقم واحد، الأدوية والكحول بطبيعة الحال هما راه تيسببوا النعاس وضعف التركيز للسائق، يعني راه ما مسموحش لنا نسوقو حنايا ما قريناش الأدوية، ولا الكحول راه ما مسموحش لنا بالمرة، راه تعتبر جنحة، يعني في هاد الحالة هما سولونا عليهم بجوج، يعني بطبيعة الحال كيسببوا النعاس. الجواب الصحيح هو واحد. ندوزو للسؤال الأخير. السؤال الأخير كيقول: هاد الصيغة كتدل على ملتقى الطرق، نعم، لا. على منعرج، نعم، لا. الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. هاد الصيغة ما كتدلش على ملتقى الطرق، ملتقى الطرق هي اللي وريتكم في السؤال الأول كان فيه خط في المنتصف، أما ملي تيكون فوق ديالها باللون الأحمر هادي كتعلم على منعرج، وعلى أنها أين طريق كنمشيو فيها، يعني في هاد الحالة ملي تيكون اللون الأحمر عرف راه بلي راه طريق وطنية، وهما سولونا في هاد الحالة واش هاد الصيغة كتدل على ملتقى الطرق، خصنا نقولو ليهم لا، ملتقى الطرق راه شفناها في السؤال الأول، وكتدل على منعرج، نعم، يعني الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. في هاد الحالة وصلنا لآخر ديال الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على لايك وسبسكرايب والاشتراك في القناة، ونتلاقاو في فيديوهات مقبلة.